السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا حطيت القصرية ديالي تبارك الرحمن، غندير فيها واحد الزبدة. الوزن ديالها رابعة. المهم أنا معروف عندنا هاد الزبدة. غندير واحد التشكيلات ديال الحلوى ماشي على ود ذكر المولد النبوي. فأنا صراحة درتها أولا. إن شاء الله الوالدين ديالي غيمشيو للعمرة، وبغيتهم يدوو معاهم شوية، واخا هي بسيطة في الصراحة لأني كنت بغيت نصايب ليهم ما هو أحسن. الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني شوية العياء. المهم هذه جاتني بسيطة، ومنها نخليها منها حتى الوليدات ديالي، علاش لا. المهم كيف ما شفتو درت هاديك الزبدة، ودرت معاه كاس ديال السكر الخشن وكاس ديال السكر كلاصي. انا غربلتهم، يعني كيسالا ما عمريش ديال الانفه غربلتهم، لان ديما انا تنقولها ملي تنبغي نخدم يا اما الكيك اي حلوى، هذا كنغربلهم. بما اني غنخدمهم باليد ديالي باش ما يمحنونيش وباش يذوبوا بسرعه، فكنفضل انني نغربلهم. سورتو دابا ما شاء الله، السنيده اذا بقات في الدار واخا تاخد هاد الباكيه، ملي كيكونوا فيها حبيبات صغيرين شويه وسكر كلاصي تا هو ضروري كنغربلو باش راه ما شاء الله كيكون مكور. المهم غادا نخدم مزيان هاد المكونات. الحلوى راها بسيطة، وانتوما قد ما حلقتو قد ما زدتو فيها القوام راها كتجي ولا أروع. غنضيف 2 كؤوس ديال الزيت ديال العنبة. فردو معايا البال، الا خدمتو بالزبدة ديال البواطة غديروا كاس ديال الزيت. علاش؟ حيت الزبدة ديال البواطة كتكون ميدمة، يعني مزيتة، يعني هي كتطلق الزيت وكتطلق ليدام. ما بالعكس هاد المارغرين هادي ديال، المهم هاد الشكل هذا لما نذكر الاسم اللي كيكونوا بحال هكذا راهم ما ميدمينش. يعني كديروا 2 كيسان ديال الزيت. اما اذا درتو ديال البواطه كديروا كاس ديال الزيت فقط. هادشي كاين. تخدموا الزبده مزيان مزيان مزيان. ف في اللي شاركت معكم فيديو اعتقد ديال ريشبوند، أكدت لكم أن باش تنجح لكم الحلوى د رشبوند، يعني كاين بزاف الأخوات اللي ما كتنجحش معاهم. علاش؟ لأن ربما السبب بعدا هو أن الزبدة ما كتخدمش مزيان، يعني كيبقاو دوك الحبيبات ديال الزبدة. فملي كتضيفو عليهم الدقيق ما كيبقاو بحال نقولوا محبوسين فواحد الجهة. هادوك ملي كتدخلوهم الفران كيخليو أن الحلوى ما كتجيكمش زوينة، اولا كتقدر تشقى معاكم اولا تشتت اولا ما تبقاش. المهم انا راني نسيت واحد الساشي ديال الفاني، كان خاصني نضيفو مع السنيده، ولكن ماشي مشكل بما اني باقا كنذوب مزيان ديك الزبده. فراني ضفتو. هنا واحد المقطع ديال 3 الفرماجات ما مشى ليا في التصوير، ما عرفتش علاش. ما عرفتش كيفاش، ماشي ما عرفتش علاش، المهم ما عرفتش كيفاش. يعني ما شاء الله راه صعيب 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 انك تخدم وتصور. درت 3 الفرماجات كيبقاو اختياريين. يعني انا بغيت هاد الحلوه ديالي تكون شويه مختلفه. غنضيف 4 البيضات بيضه بيضه، حتى وانا يعني كنخدم هذاك الخليط بحال باغا نطلع شي كريم باليد ديالي. هانتوما كنضيف بيضه بيضه، وأنا كنتأكد أنا مبقاش عندي نهائيًا ديك الزبدة. حبيبات الزبدة راه كتحسو بهم باليد ديالكم، كيبقاو حبيبات ما خصهمش يبقاو نهائيًا دوك الحبيبات. هادي أعتقد البيضة الرابعة. صافي، وغندوز باش نبقى نضيف الدقيق تقريبًا. نعطيكم أنا شحال هز معايا. هز معايا كيلو و200 غرام. هنا الدقيق ديما تنقولها في الصراحة، أنا قلت أن هاد الدقيق هذا ما كانش شي نوعية مميزة، لأنه جاني خدالي وزن كتير. ربما هو ما كيشربش يعني السوائل، كل واحد والدقيق ديالو. درت ساشي فقط ديال خميرة الحلويات،
وهنا كيما كتشوفوا الزوج ديالي كيضيف لي 3 المعالق كبار ديال النشا الذرة مميزينة. هذه حتى هي كتبقى اختيارية، ولكن كتعطي واحد الطراوة للحلوى ديالكم، يعني شحال ما بقات معاكم كتبقى رطبة 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 رطبة، زوينة هاد الإضافة هادي. اللي بغا يدير جوج الأكياس، أنا ما كتعجبنيش الصراحة الحلوى تكون كبيرة، كتعجبني تكون صغيورة ومحيدقة، وهكذا حتى الواحد إذا يذوق من كل حبة، الله يجعل البركة. أما إلا درتوها كبارين، يعني ما تحتاجوش ما كاينلاش أنكم تقسموها على 4 الأشكال، يعني درتوها كبارين غيخليوها شكل واحد. المهم هذه النظرية ديالي، كل واحد وكيفاش كيفكر، وكل واحد كيفاش كيبغي يكونوا الأطباق ديالو. فهكذا أنا فكرت، كنبقى نضيف الدقيق وكنمسح الجوانب، ما تكتروش الدقيق. هذه ثاني نقطة أخرى، يعني ما تدلكوش عاود الحلوى ما كتدلكش، يعني بقاو كتضيفوا الدقيق حتى نتوما تقلبوا، يعني كتجربوا واش تجمعات معاكم العجينة أولا لا. كيف ما قلت لكم أنها يعني ما تاخدش عفوا خدات لي الدقيق أنا، دايرة 2 كؤوس ما شاء الله ديال الزيت والزبدة و4 البيضات، يعني راه تخرج ليا تبارك الله. غير أنا نسيت الصراحة، كنت بغيت نعبر الكمية ديال الحلوى، ولكن مع الوليدات هانتوما راني تنقلبها بينات يدي باش نتأكد أنه مبقاش خاصني نزيد هاد الدقيق. المهم غنقسمها أنا على 4 الأشكال، كاين اللي كيقسم حتى على كتر أولا كيذوب المقادير، أنا غنقسمها على 4 تشكيلات كافيين، وباش نحاول أن كل شكل يكون مميز على الآخر، ويكون منكه بطريقة يعني اللي زوينة. ماشي غنقول غير أنها حلوى يعني اقتصادية، هي اقتصادية، ولكن في نفس الوقت غنحاول أنني نخليها شوية راقية، يعني ما فيهاش يعني مش غنقولوا حلوى ديال اللوز أولا، ولكن عندي واحد الشكل اللي غندخل فيه المذاق ديال اللوز. المهم تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير، وما تنسونيش. الله يجازيكم بالخير، من دعوة ديال الخير راه هو الأساس أنا عندي. و بارطاج 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 بارطاج، ما تخسروا حتى شي حاجة إلا بارطاجيتيو الفيديو. الله يجازيكم بخير، باش تكبر العائلة إن شاء الله، وبإذن الله حنا غاديين دقة دقة الحمد لله. المهم بالنسبة للعجينة الأولى، أنا ضفت ليها كيف ما شفتوا واحد الفلون ديال الشوكولاتة، فلون شوكولاتة، وضفت كذلك أنا نعطيكم بالضبط. الصراحة شريت أنا راه عندي هادوك الحبيبات ديال الشوكولاتة، ولكن خديت 3 دراهم، درت النصف ديالها. فأنا بغيت غير باش نقول لكم شحال تقريبا هزت ليا يعني ديال الحبيبات، يعني بحال نقول درت 30 ريال ديال هادوك الحبيبات. هاد العجين يعني هاداك الفلان وهادوك الحبيبات غادي يعطيو واحد المذاق مختلف، وعاد خلاص ملي غادا نبغي نزينو غادي يزيد يميزو أكثر على يعني الشكيلات الآخرين. ندوز الشكل الثاني، غنضيفلو هنا واحد الراس المعلقة ديال نكهة الليمون. هاد النكهة هادي أنا ولات مميزة عندي ومفضلة عندي في البيت ديالي، لأنها الصراحة كتجي ولا أروع. بالنسبة لهاد الشكل هذا فما غاداش نحتاج، أو لهاد العجين ما غاداش نحتاج أنني نزينو، غير تبعوا معايا. بالنسبة للشكل الثالث، ضفت له الكراميل، نكهة الكراميل، وغنضيف له ساشي ديال الكاكاو. هاد النوع الكاكاو فأنا ما سنتيش ديال العبار. المهم هنا راه كل عجينة ولا كل خليط ضروري ديروه في السلوفان باش ما كينشفش معاكم، يعني واحد الشكل اللي خليته أنا بلا نكهة اللي هو هذا. غنبداو على بركة الله نشكلو بواحد الشكل، غنبداو نشكلو. المهم هذا درتو أنا بحال نقولو ريشفوند،
يعني ريشموند ماشي بحال ريشموند يعني غناخدهم وغنديرهم أنا ما تنديرش ديك الكرة لاصقة على كرة، كل واحد كيفاش كيبغيها، المهم أنا تنديرهم غير صغيورين، آآ ماشي بزاف متوسطين وصافي. هادو كيف ما قلت لكم غنديرهم على شكل ريشموند، يعني غنديرهم في الكونفيتور والكوك. هذا الشكل ديالي الأول، يعني مميز وبسيط، والصراحة كيعجب وليدات ريشموند حلاوة ريشموند كتعجب وليداتي بزاف، داكشي علاش قلت نديرها. المهم غنكمل وندوز للشكيلات الآخرين. اسمحولي إلا كان الفيديو طويل، ولكن راني سنحاول نسرع وسنحاول أنني نوريكم الحجم اللي درت، يعني ما درتش حجم كبير كيف ما قلت لكم، باش كل واحد ياخد حبة و ويستمتع بها. يعني إلا كانت الحلوى عاد كبيرة ما يعني ماشي حنا باغيين نشبعو، باغيين نطوقو أو باغيين شي حاجة حلوة دوز أساي. المهم أنا كملت الكمية لي عندي، غندوز الشكل التاني هو اللي درت بالحبيبات ديال الشوكولاتة، أعتقد ولا والفلان ديال الشوكولا. غادا ناخد هاد المول هذا، غادا نديرهم دابا هاد المولات بحال دابا هاد النوع ديال عفوا هاد النوع ديال الحلوى فكيهز العجين. يعني مثلا شوفوا هذا راهم تقريبا عندي نفس القياس ولكن بما اني درت هاد الشكل يعني هز لي العجينه وما خرجش لي كميه كثيره، يعني ما خرجش لي حبات كثارين ديال الحلوى. يعني ملي كيكون الشكل كبير فكيهز ليكم العجينه، يعني كيهز ليكم الخليط، العجينه هي هذيك. المهم أنا داكشي علاش نفضّل أنني نديرهم صغيورين. غندوز للشكل التالت اللي هو نكهتو بالليمون، فصدقوني هذا رجا الصراحة والله العظيم إلا غير اختراع، لأني فيك لي درت نكهة الليمون مع القرص، وهذا علاش قلت أنا علاش لي ما نديرش مع الحلوى. فخديت زنجلان ودرتو هاكا، هو اللي غادا ندير به الحلوى الثالثة. هاد الحلوى ما تحتاجش تزين لأنها صافي هنا ديجا درت ليها الطريقة. أنا غنقرب لكم باش تشوفوا الشكل اللي درت، اللي ندير يعني بحال القلية بحال والله ما عرفتش هاد التشكيل كيفاش غنسميه. المهم عويناتي وخاطري وشنو تيعطيني نقدر هادي نسميها عين ما نعرف. المهم خديت بياض بيضا لأنه هو اللي كيساعدني باش كيلصقوا لي الحبيبات ديال الزنجلان مع العجينة. أنا غنقرب ليكم باش تشوفوا الشكل كيفاش كنديرو، يعني كيفاش كنلصقو. كنقرصو هكا من داك القنيز من الطرف الأخير باش كيعطيني بحال نقولو دمعة قطرة ديال الما. المهم معرفتش اش غنسميه ليكم، فأنا نسيت مقربتش لهذا. المهم راه يا ربي يكون واضح وباين. هنا الشكل الأخير بسيط، غناخد غير كويرات عشوائية. كاين واحد الحلوى ديال القويعطات كنا كنديروها ملي كنا صغار، كنا كناخدو كاوكاو واللوز، المهم أي مكسرات هكا كنا كنديرهم في القويعطات مع الشوكولاتة. أنا هنا فين طاحت لي الفكرة وقلت غنديرها بحال هكا. بديت كناخد بالكويرة هنا راه صافي راني عييت درت كرسي بديت كناخد الكويرات ميكونوش كبارين لأني غنديرهم في دوك القويطات الصغار. تبارك الرحمن يعني شوف الكمية اللي خرجت ليا. هذا الشكل اللي درتو بنكهة الليمون والزنجلان هذا ما يحتاجش تزيين، هادو هما اللي غنزينهم باللوز والشوكولاتة. وهادو اللي قلت لكم أنا راه ما كيخرجوش بزاف علاش حيت كيهزو العجينة. يعني شوفوا كانت تبقى لي عمر لي نمول ودرت هادوك شكيلات هادي
ريشموند، هادو باش هادي نديرها أشكال ريشموند. ولكن ما شاء الله بزاف 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 التشكيلات، كاين اللي كيداروا بالمرشم بالمطبع، كاين اللي كيداروا بزاف. صدقوني إن شاء الله وبإذن الله ادعوا معايا غير بالصحيحة ونشارك معاكم بزاف د الحوايج. هنا خديت كمية ديال الشوكولاتة مع شوية الحليب باش دوّبتها، ونديرو اللي عندو قشطة طرية غتجي ألذ. هذا 10 دراهم ديال اللوز، غدا يشيط لي الخليط، يعني أنا كنعطيكم المقادير بالكمية اللي درت. خلّطتهم مزيان مع بعضياتهم، صافي بديت كنحط فيهم ديك الحلوى اللي أنا كنت نكّهتها بفلون شوكولا، ونكّهتها بحبيبات ديال فيرميسيل شوكولا، يعني الشوكولا مذاق الشوكولا. صافي كنغطس مزيان هادوك الكرات، واخا كنزرب راني كنخليهم واحد المدة على ما يشربوا لي هاد الصوص، ويهزوا لي يلصق فيهم يثبت فيهم داك اللوز. لأن هانتوما ما شاء الله كيفاش كنوريكم عن قرب، ومازال في آخر الفيديو نوريكم أكثر. هنا ريشموند كل معروفة، كتاخدو كونفيتور اللي خاص بالحلوى، وكتضيفولو الكمية اللي بغيتو نتوما ديال ماء الزهر، صافي كديروه ديال الموال وماء الزهر، كديروه فوق البوطة حتى يدفى واحد شوية. أنا كنرمي الحلوى كنخليها أنا واحد شوية، كل واحد كيفاش كيخدم. أنا كنخليها كنبغيها تجي مشربة أكثر، باش يعني باش هي رطبة وكتزيد ترطب كتر وكتر، وكتبنن بالنكهات بجوج ديال الكونفيتور ديال المشماش، وكذلك بالكوك. صافي هذه هي الطريقة راها معروفة، وراني فيت درت ليكم فيديو خاص ديال ريشموند اللي بغا يرجع يشاهدو. المهم صافي غنستمر بهاد الطريقة. شوفوا أنا كنلبّس وكنعاود نلبّس الحلوى بالكوك، يعني قد ما كنأكّد قد ما شربات الكوك، قد ما شربات الكونفيتور المربى، قد ما كتجي الحلوى بنينة. يعني حتى هاد التزيين هذا راه ماشي نقولو أن التزيين راه بسيط، لا، التزيين راه تا هو كيزيد لذّة للحلوى، وكيميّز شكل على شكل. يعني ها هما 4 تشكيلات، ولكن كل واحد بمذاق مختلف. كيجيو رطبين 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 ما شاء الله وتبارك الرحمن. بالنسبة لهداك الشكل اللي درتو في المول ديال السيليكون، فدوزت عليه غير خطيطات ديال الشوكولاتة البيضاء وحبيبات ديال المهم راه كيتباعو عند الناس الحلوى. ها هو نتمنى يبان ليكم عن قرب. يعني كيجي بسيط، كتزيين بسيط. هادو ديال الجنزلان والليمون هائلين، وهادو ديال القويعطات، هادو ديال الزنجان على فكرة كيجيو بحال ديك الحلوى ديال الكعك ديال مدينة آسفي، كيجيو الأروع. غنشارك معاكم هاد الحلوى هادي ديال القويعطات. مازال ما شربات، يعني الحلوى قد ما غتبقى، قد ما غتشرب لي الصوص، وقد ما غادا ترطاب، وقد ما تجي بنينة مع اللوز اللي فيها اللي محمر ولا أروع. هادو زينتهم هكذا تا هما عمرتهم بالشوكولاتة البيضاء، ودوزت عليهم شوية الكراميل. والسلام عليكم ورحمة الله.